الأولى، الومضة الأولى، الفرصة الأولى، المناورة الأولى، لوب الهجومي وضغط الهجومي لتسجيل هدف مبكر وممكن الجول. نعم، الجول الأول، المباغتة الأولى والومضة الأولى. مشاهدينا الكرام، حمزة خابة يفاجئ الدفاعات ويباغت حارس المرمى مودو كريتسا. نعم، 1-0، هدف مبكر كنا ننتظره يا حمزة يا خابة. الهداف نعم للرجاء الرياضي يفتتح العداد، واول هدف للاخضر في دوري مجموعات. دقه الراجا تيكي تاكا واللمسه الوحده، الراجا في استغلال مساحات ممكن قادر انه يسد سيناريو انك تدخل المباراه بهدف مبكر. تسديد، بل هناك في امريكا الجنوبيه عندما استطاع نجمه في السميس فريق الرجاء الرياضي. هنا الكره الاماميه والمتابعه الثاني والثاني جول، والثاني جول الثاني لم يتاخر هذه المره. جمال حركاس، هل نحن على موعد مع حصه كبيره؟ هل نحن على موعد مع فيستيفال اهداف؟ 2-0 في ظرف ربع ساعه. مشاهدي الكرام، هو السجده للمولى تعالى هنا من جانب جمال حركاس وبقيه اللاعبين. انهيار مع البدايه، شامبو شروان، بينما كره حمزه خابه في العمق. هو جول لا ميدان، الكره في العمق هنا للاعب حمزه خابه والركنيه بعد ذلك. نعم، كره داخل منطقه الجزاء، الدفاع يتدخل، لا زالت رجاويه والتسديده ولكنها مره جانب. مودي كريتسا يتصدى، الثالث كان قريب جدا في لقطه تواكد فعلا المعاناه. كره في القائمه الثاني وحارس المرمى بعد ذلك لا زالت صعبه. الثالث ممكن ولكن عاليه التسديده. والمنتخب المغربي في المونديال، بينما الكره امكانيه الجول الثالث لا زال الضغط متواصل كبير في المستطيل الاخضر. الرجاء هنا يواصل استعراضه في وضعيه التسلل، فيها وضع من جديد، الدخول بهذه الكيفيه والدفاع بعد ذلك يخرج الى الركن. غالين واغو الكره في العمق ولكن خروج هنا لاناس زنيتي بعد التغطيه ممتع. حمزه خابه في الاستلام، حمزه يمر ركله جزاء، في ركله جزاء في اضافه الى الظاهره اولمبيك اسفي مع طارق يسعى تالي التنفيذ. هنا تسدد واناس في المكان المناسب. اناس بن تايك يرفع كره، بن تايك والمتابعه هنا كانت ممتازه. زكريا الهابطي لا زالت رجاويه، لاس الهابطي يضغط، هذه ممكن جول الثالث قبل نهاية الجولة الأولى. محمد زريدة يمنح الكتيبة الرجاوية ثالث الأهداف بصورة رائعة جدا. تيكي تاكا ودقة بسرعة، الراجا يمشي الأمام، سير الراجا للأمام، والثالث والشباك تهتز للمرة الثالثة قبل دقائق من نهاية. وتسديدة من أولو لكن بعيدة. أولو يسدد هذه الكرة. هنا الرجل الآن صار عنده أكاديمية يتدرب كذلك هناك، واحدة من الأكاديميات. الكرة على الجهة اليسرى، هنا وضعية التسلل في اللقطة الماضية فعلا اليسرى لمن هناك متابعة بوضوح من جمال حركاس، أنس زنيتي الحكم. أصدقائي المشاهدين، أجدد الترحاب بكم في هذا الموعد الخاص بدوري أبطال إفريقيا نسخة 2022-2023 ولقاء الجولة الأولى بين الرجاء الرياضي حامل لقب الشامبيونز في 3 نسخ 89 97 و99. يدخل غمار المنافسات في دورة لتشتغل في شرق افريقيا. الاصابات، كره اماميه بعد ان لعبت الركنيه في خطا، تدخل المال اليمنى لفائده فريق فايبرز، حذاري من العرضيه في وقت من الاوقات مكانه الايمن لفائده زكريا الهبطي، تخرج الى تماس. هل يظهر إيلتو مع فريقه المحبب؟ هنا الكره الاماميه لفائده فريق التسلل، حمزه خابه محاوله التسديده موديك طويل فريق الرجاء الرياضي، بينما لدينا كرة والحكم يقول ماذا؟ الحكم يقول ماذا الأفضل؟ كيز يكون على الدفاع أكثر في عملية قطع الكرات وافتكاك الكرات. طلعت منه، ليس هناك خطأ ملعوبة بالسرعة. الرابع ممكن ولكن في مودي كريتسا يخرج فيه. وحديث عن نهاية الدراسات للملعب
ملعب الداخل. هنا فيها مراوغة، هنا فيها مرور، هنا فيها انسلال، هنا فيها الرابع كان قريبا في اللقطة في الصحراء المغربية. فكل التوفيق للقائمين للسلطات للجامعة الملكية من أجل 2025. هنا كرة الرابع جول الرابع رجاوي. لمسة فنية جميلة جدا. يسري بوزوق يتوج هذا الأداء الهجومي الرائع. يسري بوزوق فعلا يمنح رابع الأهداف وبصورة مميزة بعد أسيست وبعد تمريرة مليمترية سحرية حريرية. هون اللي مرفوعة الرأسية، لكن عنده دقائق أخرى. أناس سيتابع هذه الكرات قادمة، لكن قبل التبديلات الكرة في العمق جاب. وهنا الكلام عن حسن التنظيم للكأس العالمي لزكريا. لا زالت عندك الكرة يا زكريا، ولكن فيها جميل. لمسة واحدة، مراوغة ممتازة. بن جديدة يسدد والركنية في بداية مشوار دوري المجموعات. حارس يتصدى، لا زالت رجاوية، الأجمل زالت قائمة. أهولو يسجل 5 أهداف الرجاء الرياضي. يمينية قوية. أهولو هلالو في كرة لروجر. أهولو يسجل 5 أهداف لتتواصل. أولو يأمن الكرة ويتواصل فيستيفال. على الصورة سنتعرف على الاسم الآخر. فايبرز الآن في الهجوم، والكرة تخرج. صار فيها محاولة، فيها تمريرة، فيها دخول. بعد ذلك ناحية لعب إسماعيل. جميلة من الحفيظي في العمق، ممتازة الفكرة. والبن جديد قبل كاف، هذا شيء مهم جدا. زكريا حدراف ينسى الحدراف. لوجود لتسلل، تمشي ناحية الحفيظي، تسديدة والسادس يضيع. الوداد يتأجل لقاؤه في المقابلة الأخرانية اللي عملنا فيها هزيمة. مانتنو يلزم رياكسيون نتاع بريستاسيون، رياكسيون نتاع ريزولتا، وسورتو الماتش الأولاني نتاع الشامبيونز ليغ كان الهدف هو انطلاقة متميزة، وما فماش أحسن ما يمكن باش تعمل انطلاقة بانتصار 5-0. وضع كان صعيب شوية، خاصة نلعبوا دوميسيل، المقابلة بلا الجماهير نتاعنا. جماهير كانت غايبة صحيح، لكن كانت حاضرة في عقول اللاعبين وفي قلوبهم. كانوا يلعبوا ويحبوا يهديوا الانتصار هذا للجماهير هذيك. وان شاء الله هذه اخر مقابلة نلعبوها بلاش الجماهير نتاعنا دوميسيل، خاطر الجماهير هي لاعب رقم 1 معهم، هم يعطيونا طاقة كبيرة ويعطيونا إضافة. شفتوا اللاعبين قاموا بالواجب، سورتو في اللونتام. ماهوش سهل باش تلعب ضد فريق اللي خرج مازامبي، عمل 0-0 في المقابلة الذهاب، مشى المازامبي عمل 0-0 في الرتور، وترشح عليه بضربات الجزاء. كنا عطيناه حقه ودخلنا كما يلزم. الملاعبيه ما قصروش بدنيا تكتيكيا، وعملوا بدايه متميزه. هذم هما لي زوبجيكتيف تاع الكلوب، سي كو اون ميم طون الفريق نتاع الرجاء قاعد يتشكل من الاولى جديد. فما برشا لاعبين اول مره يلعبوا شامبيونز ليغ، فما برشا لاعبين السنه الاولى اليوم مع الرجاء، فما لاعبين عاودوا رجعوا باش تعمل كل لحمه ما بين بعضهم، باش تقضي ديزوتوماتيزم يلزمها شويه وقت. اي او ميم طون يلزمك تعمل نتائج تليق بتاريخ الرجاء وتليق بالزوبجيكتيف تخاصي. المقاربه ما سهله، لكن نامن اللي كونوا المجموعه هذه تنجم تمشي لبعيد، خاطر المعدن نتاعها باهي، خاطرهم قاعدين يخدموا، قاعدين يضحيوا، وقاعدين يسودونا فون، قاعدين نسمعوا في التوصيات. وان شاء الله سورتو المقابلات الجايه نواصلوا في حصد النتائج الايجابيه ان شاء الله.